السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة بقى دخول العام الدراسي الجديد. يلا بقى معاكم فيديو جديد. شجعني باللايك واشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة. ويلا بقى نتعرف على التوأم المرح. طبعا الناس القديمة اللي معايا في القناة عارفين مصطفى، يعني اشهر من نار على علم. بالخمسة الست يعني اللي بيشوفوا الفيديو بتاعي. ما علينا. المهم الناس القديمة اللي معايا عارفين مصطفى، بس ما تعرفوش لسه مازن ومالك. فمازن اللي بيسرح شعره ده دلوقتي، ومالك اللي لابس الوش الأسد ده أو نمر مش عارفة. ما علينا، برضو ما علينا. يلا بقى نبدأ اليوم بتاعنا ايه من أوله كده، من ليلته. الليلة دي ليلة المدارس. ليلة المدارس راحوا حلقوا بقى هما التلاتة علشان بيجاملوا مصطفى يعني. فراحوا حلقوا معاه، وباباهم كمان حلق معاهم. فهسرح لهم شعرهم كده. خدوا دش طبعا بعد ما رجعوا. فهسرح لهم شعرهم بقى وهيناموا علشان ايه. حاولت ان انا انيمهم بدري، لان احنا يومنا مقلوب اصلا، بننام الصبح ونصحى بالليل لا مش بنصحى بالليل، يعني احنا بننام على الساعة 9 الصبح، نصحى على بعد الظهر بقى كده بشوية ولا حاجة. فمش هينفع النظام ده طبعا في المدارس. فحاولت على قد ما اقدر ان انا انيمهم بدري شوية علشان مصطفى يقدر يصحى للمدرسة. هو مصطفى يعني هيقعد اسبوع كده، مش عارفة نظام المدرسة يعني، مش عارفة مفيش نظام شوية. فاول اسبوع هيبقى بيروح الصبح، وبعد كده هيروح الظهر هيبقى الفترة التانية يعني. بس سرحت لهم شعرهم كده وخلاص بقى اتكلوا على الله ناموا. و... وتاني يوم هنا بقى قعدت ايه اوريكم الزعرورة بتاعتي، علشان ايه ما تاخدوش عليا يا جماعة. هتشوفوا حاجات كتيرة قوي في ايام المدارس. بما اني عايزة اصور كتير فايه هطلع لكم زي ما انا كده. تمام، عشان ايه نقدر ان احنا نصور مع بعضين. يلا بقى تاني يوم كده. صحينا من النوم، غيرت المصطفى ولبس بقى هدوم المدرسة وفرحان قوي. وانا من فرحتي انا ما نمتش. انا ما نمتش نهائي. فبصوا انا واقفة اصلا في المطبخ، انا مش مركزة ومش عارفة انا بعمل ايه. شوفوا انا حركتي بطيئة ازاي، وانا كده مسرعة الفيديو كمان. يعني كده مسرعة الفيديو وانا واقفة كده في المطبخ مش عارفة انا بعمل ايه. فعلى ما ركزت كده بقى واستوعبت، انا كنت محمره له قطعتين ستريبس. انا اللي عاملاه في البيت يعني. ف فقلت هعمله سندوتش ستريبس بكاتشب كده، عليه كاتشب. وهو اختار بقى يعمل سندوتش جبنه على لانشون وسندوتش جبنه رومي. وقلت له برضو يختار واحد يفطر بيه، علشان الاتنين ياخدهم مع المدرسة، يعني هياخد اتنين في المدرسة ويفطر بواحد الصبح. والله انا مش مركزة لدرجة ان انا نسيت اصلا ان انا اشربه اللبن. هو اللي فكرني، قال لي يا ماما وانت مش هتشربيني لبن؟ ف... فسبت اللي في ايدي اول ما فكرني على طول وحطيت له علشان يلحق يفطر يعني. بس هو هنا فكرني بقى اللبن. فحط له بقى كده يفطر. وهو اختار يفطر بالجبنه الرومي، وخد معاه الستريبس والجبنه على لانش. آم، مش عارفه كنت عايزه اقول لكم ايه يا جماعه. بالنسبه للفيديوهات اللي بتتكلم على الاسئله بتاعه التوأم وكده، اكتبوا لي كل اسئلتكم في التعليقات عشان اجمعها واعمل لكم الفيديو. انا مش عارفه يعني ايه، على ما بجمع كام سؤال كده واجي افكر ان انا اصور الفيديو بكون نسيت اصلا انا الاسئله القديمه ايه. فكل اللي عندها سؤال بيخص التوأم يكتبوا لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هجمعهم وهرد عليكم في فيديو على كل اسئلتكم. لان انا والله مش بعرف ارد في التعليقات، بيبقى بحس ان انا عايزه اشرح كتير، فعايزه اتكلم كده. مش هعرف ان انا اشرح لكم او اوصف لكم او اقول لكم ايه اللي حصل او كده في التعليقات. تمام، فجمعوا لي كل اسئلتكم. كل اللي عندها سؤال تكتبوا لي في التعليقات، وايه هرد عليكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي او اللي بعده، عشان ايه نكون واضحين مع بعض. بس هنا مصطفى بيشرب اللبن. عايزه اقول لكم على بال اصلا ما خلص كوبايه اللبن ما كانش ما قدرش خلاص ان هو ياكل السندوتش اللي هو هيفطر بيه. فهو شرب كوبايه اللبن وكل نص السندوتش بس، وساب النص التاني.
بس يا جماعة الحمد لله ان اليوم ده عدى على خير. انا ما كنتش يعني مش عارفة اصلا هو هيعمل ايه، وكل ما احاول ان انا انام دماغي عمالة تلف يا ترى هيعمل ايه في المدرسة. لان انتوا زي ما قلت لكم قبل كده، انا كنت دخلته حضانة قعد هو شهر واحد بس، وقعد ما كملش فيها. فموضوع ان هو يروح يطلع كده وانا ارجع انام مش معرفتش خالص، وما نمتش اصلا من ليلتها، لان انا مش عارفة. الموضوع يعتبر جديد عليا، مش عارفة هوديه ازاي، هيدخل المدرسة ازاي، هيتأقلم مع العيال ولا لأ. لان لان مصطفى عندي منطوي ومقفول عليه، ما يعني مش مختلط بالاطفال يعني. فقليل قوي لما يعني بيلعب مع حد من ولاد الجيران او كده. ف... فمصطفى مش زي اي طفل يعني. بس عملت له بقى كده السندوتشات بتاعته، وهو اختار سندوتش جبنه رومي، هحط له الباقي في اللانش بوكس. وبالنسبه لللانش بوكس يا جماعه، علشان جالي كلام على ان اللانش بوكس ليه ما جبته كده، هو قطعه واحده يعني، لان انا عارفه المناسب لمصطفى. انا كان ممكن ماما تجيب له مع هدوم المدارس يعني، لان انتوا عارفين ماما اللي جابت له. كان ممكن اجيب له شروال بدل الشروال، بنطلون جينز، بس انا عارفه المناسب لابني الشروال، فانا طلبت منها شروال. وبالنسبه لللانش بوكس، انا عارفه ابني اخره هي الساندوتش، ولا بياكل خيار ولا طماطم ولا اي خضار، ما بياكلوش اي فاكهه، ما بياكلهاش. فانا مش هحتاج اللانش بوكس اللي هو الجزء التاني اللي هو متقسم ده، يتحط فيه فاكهه وخضار وكده. لا، فهو يدوب على قد السندوتش، وكتر خيره قوي لو كله. بس وبالنسبه للعصير او كده، هياخد ازازه صغيره معاه، لان انا ما بحبش اجيب العصاير المعلبه دي. فانا هعمله العصير في البيت، وياخدها في اي ازازه صغيره، وهو معاه بقى الازازه بتاعه الميه. بس فكده الحمد لله لبس الشراب ولبس الكوتشي، وهيسرح شعره بقى، وهنتوكل على الله نروح المدرسه. وسبته في المدرسه ورجعت. حاولت ان انا انام نص ساعه ولا حاجه، لان انا كنت مطبقه، ما عرفتش خالص. بس الحمد لله اليوم عدى على خير، عقبال ولادكم جميعا وتفرحوا بيهم. بصوا بقى، انا هنا وهو ماشي قدامي كده رايح المدرسه، والله العظيم قلبي كان طاير كده قدامه. يعني مش متخيله ومش متوقعه ان ازاي مصطفى راح المدرسه. يلا ربنا يكملها معاه على خير، وربنا يخلي لكم ولادكم، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب، ويسعدكم بيهم ان شاء الله. كده رجعنا من المدرسه، رحت بقى جبته، ودخلت جبته من جوه الفصل، مستعجل قوي ان هو يغير هدومه. بس الحمد لله، وكل سنه وانتم طيبين مره تانية. ولو وصلتوا لحد هنا في الفيديو، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه لو اول مره تشوفوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.